صباح الخير وصباح الفل عليكم، صباح القهوة. تعالوا بس نتكلم مع بعض كلمتين كده على السريع وشوفوا ريتال بتقول ايه ونكمل روتيننا مع بعض. صباحكم فل. صباح الخير يا ريتال. صباح الخير يا ماما. انت صاحية من النوم تتفرجي على التلفزيون؟ اه. ما تخشيش جوه الكاميرا كده، سنانك هتاكل يا نهار اسود. ما تهزريش، ارجعي زي ما كنت. طب والله انت هتعملي فيديو صح؟ طب ارجعي ورا زي ما كنت. طب انزلي زي ما كنت عشان خاطر الكاميرا. يا جماعة. صباح الخير. ايوه من بعيد عشان سنانك بتخش جوه الكاميرا. اكل التليفون. سنانك الواقعه دي، بس السنان ان اسناني كلها بيضة هنا وهنا وهنا وهنا. كله بيقع. يعني دول دلوقتي اللي طلعوا، اللي بتتهز دي هتقع. طيب قولي للناس صباح الخير. صباح الخير عاملين زي ما انت تقربيش من الكاميرا. صباح راحت صح؟ قولي. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير ما تحوليش. صباح الخير، ازيكم يا جماعة؟ صباح الفل وصباح النور. احنا من كده ماما وراكم اهي. اعملوا لنا لايك. لايك كتير قوي، واعملوا لنا ايه، وفعلوا زر الجرس عشان نوصل ايه يا ماما؟ لمليون ان شاء الله. مليون. انت بتجيلي ورا الكاميرا ليه؟ ما انا قدامك اهو. اكل التليفون، اكل التليفون. هنوصل لمليون فكرك ولا ايه؟ هنوصل لمليون مشترك. اه. يا سلام، ده حلم. عشان هو انا مركزه، مش هو انا مش مركزه معاكم، مركزه مع الفيديو. طيب ماشي، يلا كملوا بقى معانا الفيديو. هتشوف الفيديو من اوله واخره عشان احنا ايه. مضلمين الشقة على فكرة، انما النهار طلع وايه. هنبدأ بقى دلوقتي مع بعض الفيديو. السلام عليكم، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبأحسن حال. خلينا نبدأ الفيديو ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد. هتكلم معاكم كلمتين كده في السريع قبل ما ابدا الفيديو. انا بعمل لكم دلوقتي مقدمه لفيديو انا عملته امبارح بالليل بعد ما جينا من الفرح. يعني هوريه لكم دلوقتي ايه. هنزل المقدمه مع الفيديو وهبدا معاكم روتين تاني دلوقتي. يعني احنا تاني يوم الفرح، فهعمل حاجات يعني كده هتشوفوها في الروتينات مع بعضين. بس في الاول قبل ما ابدا الفيديو حابه اقول كلمتين لحبايبي واصحابي. انا كنت وقفت تصوير خالص وكنت مقرره ان انا خلاص مش هشتغل في القناه تاني. بس اصحابي واخواتي وحبايبي حابه ان انا اوجه لهم شكر من خلال القناه، واوجه لهم كده ايه بوسه كبيره ان هم شجعوني ودعموني ان انا ارجع اصور تاني. يعني حابه ان انا اشكر اصحابي واخواتي وحبايبي واهلي وعماتي وولاد خالاتي وولاد خلاني. كل حرفيا كل اللي كان بيشوفني كان بيسالني فين يا ولاء القناه، فين التصوير، فين الفيديوهات. يعني بجد كنت مبسوطه قوي ان انتوا بتسالوني وان انتوا كنتوا مهتمين بحاجه زي كده. بس يعني اكتر الشكر هوجهه لاصحابي وحبايبي. ام اسلام، طبعا انت عارفه نفسك، حبيبتي. بشكرك عشان انت كنت بتقويني كده وبتديني دفعه، وكنت ايه بتشجعيني. وكمان ام ميرام حبيبتي وصاحبه الطفوله. فيعني هما كانوا يعني يوميا كده بيسالوني فين الفيديوهات، فين التصوير. غير بقى كل الناس اللي كانت بتشوفني يقولوا لي فين الفيديوهات، فين التصوير. ما تضيعيش تعبك على الارض، ما تضيعيش مجهودك. انا الناس اللي مش عارفاني انا تعبت قوي قوي في قناتي ديت. يعني تعبت فيها مجهود ذهني وجسدي ونفسي. كل الحاجات دي كانت مؤثرة عليا لغاية ما يعني ما ربنا خد بإيديها. وإذ فجأة تركت ده كله ورا ظهري وكنت قافلة القناة نهائي. بس ايه، ربنا معانا بقى ونبدأ من أول وجديد وناخد ايه الخطوات خطوة خطوة. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك وحطوا لي يعني عرفوني ان انتوا معايا كده ومتواصلين معايا وبتتفرجوا على الفيديو. بلاقي مشاهدات من غير لايكات، فحطوا اللايك عشان اعرف ان انتوا ايه معايا. وحطوا لي بقى ايه كومنت كده، قولوا لي حلو وحش. مش هزعل خالص لما تقولوا لي الفيديو وحش،
بالديسلايك. الديسلايك برضو بيعبر لي عن حب، يعني مدى اعجابكم بالفيديو. عجبكم او مش عجبكم حطوا ديسلايك، مش هزعل خالص. هطور من نفسي وهحسن من نفسي واعمل الاحسن عشان خاطر بعد كده تحطوا لي اللايك. تعالوا بقى نبدأ الفيديو عشان خاطر ما اطولش عليكم اكتر من كده ونرغي اكتر من كده. فاول يومنا بقى كده حبيت ان انا ايه احط بخور على النار كده وابخر الشقه عشان ايه، وافتح بقى الصبحيه كده، عشان لما بنفتح الصبح كده بيبقى ايه بتطردي اي طاقه سلبيه موجوده في البيت بتاثر عليكي نفسيا وتخليكي كسلانه كده وخملانه. فاول ما تصحوا كده حابين تبخروا بخروا، مش حابين فتحوا كده الشبابيك. يعني على قد ما تقدروا، حتى لو الدنيا برد ممكن تفتحي نص ساعة بس في اليوم. يعني انا عارفة ان احنا داخلين على جو بقى ايه صقيع جدا، فانت ممكن ايه يوميا كده نص ساعة بس مش اكتر في اليوم، تطلعي الطاقة السلبية من البيت وتخلي البيت كده يتملي ايه طاقة ايجابية. عشان الطاقة السلبية دي بتأثر على الواحد نفسيا جدا، يعني صدقوني، سألوني انا مجربة. بما اني بنام متاخر واصحى متاخر فبفتح متاخر، فالوقت اللي بصحى فيه بقى بدري، يا سلام، من امتع اوقاتي بصراحه. هنا بقى ايه عملت البخور زي ما انتم شايفين، الفحم اللي هو مش عارفه اسمه ايه الصراحه، بس حلوه قوي، فظيع يعني. بصوا الفحم البخور قعد كتير قوي بيطلع دخان حلو قوي. هنا بقى ايه قلت افتح بقى البلكونه زي ما قلت لكم كده، وفتحت كمان الشباك بتاع الاوضه التانية، وقلت ايه ادخل الهواء النظيف كده في الشقه زي ما قلت لكم. وبصوا احنا بنستنشق الهواء كده النظيف، احنا بنحب نصحى بدري، بس للاسف الشيطان بيلعب معانا كده ايه يخلينا نسهر وكده. فبصوا ايه الهواء بتاع الصبحيه ده بقى بيبقى فظيع. بصوا بقى اول حاجه هنعملها هنا في يومنا قبل ما هخش على البلكونه وعك البلكونه، هتشوفوا دلوقتي كل حاجه. بصوا بقى الحافظه ديت انا هكلمكم عنها دلوقتي واقول لكم تجربتي معاها، وما انصحكوش ان انتوا تجيبوا حاجه زي كده يعني تتعكوا زي كده. بصوا ده اولا انا مش بغسل السجاده، انا بس ايه يعني بغسل حتت معينه فيها كده على الناشف. ليه بقى؟ الحافظه ديت الحته اللي انا بعملها ديت يعتبر مدخل الاوضه كده، يعني اول حته كده في الاوضه، اول ما بتخشي بندوس على الحته اللي انا بعملها دي. انا عايزه اقول لكم انا فرشاها ما بقالهاش 3 4 اسابيع على بعض، بس للاسف اتوسخت حتت معينه كده منها اللي ايه رجلنا فيها على طول. فما انصحكوش ابدا ان انتوا تشتروا حاجه بيضه، خاصه لو معاكم اطفال. انا وانا بشتريها عمتي كانت معايا وقعدت تنصحني وتقول لي ايه بلاش اللون الابيض عشان العيال ومش عارفه ايه. قلت لها لا ابدا، ده بس حد يفكر ان هو يوسخها كده بايده ولا برجله وناكله بسنيني. زي ما انتوا شايفين اهو انا باكله بسناني اهو، شايفين انا بعمل ايه. انا اللي بتعك في الاخر اهوت وبيطلع عيني. انا عملتها بالبخاخه كده، على فكره البخاخه عشان حطيت فيها الاريال مرضيش ايه يمشي فيها خالص الحبيبات بتاعته، فقلت بقى ايه اسقسق بايديا كده، وقلت ايه امشي حالي يعني. وديت فوطه بقى مبلوله ونظيفه، ماشي، فوطه مبلوله ونظيفه عشان ايه الحافظه بيضه. ومسحتها كويس بقى كده، وزي ما انتم شايفين خليتها زي الفل. الحتت معينه كانت فيها كانت متوسخه، بس هلمها دلوقتي بقى واحطها على جنب على بال ما اخلص البلكونه، لان انا طبعا قلت المها هي الاول عشان هي بيضه، وطبعا البلكونه دلوقتي هتطلع تراب كتير جدا، فانا ما حبيتش ايه يعني خليها تتطرب يعني. تعالوا بقى نخش على البلكونه. انا هنا جبت المقشه اللي هي ايه يعني اللي بنضف بيها السلك والخشب وكده. هلم بس الاول الحافظه اللي انا حطاها ديت وانفضها وكده. هنضف بقى ايه الخشب بالمقشه الاول كده، انزل كل التراب اللي فيه. هو بصوا اكتر تراب كان فيه هتشوفوه دلوقتي في الظهر بتاع ال الشيش نفسه. ماشي. هنا بقى ايه حبيت ان انا برضو اخده من جوه ومن بره والسلك وكله، يعني بصوا خليته ايه فله في الاخر. انا اصلا واحده من الناس بحب قوي ان انا اشيل السلك بالدولف كده، افكها خالص من مكانها واخدها بقى ايه انضفها في الحمام بقى كده، واسيب عليهم الميه لما ينزلوا كل التراب اللي فيهم. فبحس ان الطريقه دي احسن وانضف.
بحيث ان ايه المكان ما يتطربش حوالينه. يعني انا عايزه اقول لكم الدنيا اتطربت جدا مكان ما نضفت الشيش دوت. بس انا لميت الدنيا يعني، فانا بحب قوي ان انا افك الشباك نفسه واركبه تاني. ده بحس ان الطريقه دي احسن، بس طبعا عشان جوزي كان في الشغل وكده، فقلت بقى ايه انا اسعف نفسي، يعني هو ايه مش فاضي وكده ان هو يفك ويركب. فانا ما كنتش هعرف اعملها بصراحه. عملتها مره في الشباك التاني وكان صغير شويه عن ده، بس تعبت جدا ما عرفتش يعني. يعني هو تعبني ساعتها، فانا قلت ايه امشي حالي بالطريقه دي دلوقتي. خلينا ايه المره الجايه نبقى نخليه يفكهولنا وكده. شبابيك بقى بتاعت الاوض عشان صغيره قوي، يعني ممكن نص متر تقريبا، يعني صغيره، يعني مش عارفه مقاساتها ايه. فبشيلها على طول، دي بقى سهله بالنسبه لي، اغسلها في الحمام واروح مركباها على طول. ما بتاخدش وقت معايا خالص. وبعدين ما بتبقاش مطربه كمان زي بتاع البلكونه بتاع الاوض، عشان على مناور وكده مش على الشارع. فبتبقى ايه مش متطربه زي بتاع البلكونه خالص يعني. بس بصوا ظهر بقى البلكونه الشيش هنا هو دوت كان اكتر حاجه متبهدله ونزل تراب كتير. مش عارفه ليه، رغم ان انا اصلا فاتحه البلكونه باستمرار، يعني ما بقفلهاش خالص. يعني بقفل السلك وبسيب ايه دوت مفتوح زي ما انتم شايفينه كده اهو. بس فهعمل بقى ايه الشيش كله، هنضفه بقى كده بالمقشه، وبعدين هجيب بقى فوطه تكون مبلوله نضيفه طبعا. حاجه تكون بتشرب التراب يعني، فاهميني؟ حاجة تكون قطن كده، اي قماشة معاك واي فوطة تكون فيها قطن، يعني عشان تشرب التراب اكتر يعني. يعني هو بيساعد الفوطة ديت، بتساعد ان هو ايه ما يجيرش اكتر يعني. رغم ان انا برضو والله لمعته مرة واتنين وحاسة ان هو برضو جير. بس يعني ايه برضو لما غسلته قبل كده في الحمام بعد ما نشف لقيته جير برضو. هو يعني طول ما هو المية عليه ومبلول بيبقى بيلمع كده وحلو، بس يبقى مجرد ما المية بتنشف من عليه بيرجع يجير تاني. فانا قلت بقى ايه هجيب من عند الموان حاجة اسمها ورنيش ألمعهم يعني وكده. بيكون سهل مش صعب يعني، بس ايه يعني بينشف كمان بسرعة، ما بياخدش وقت يعني وسهل. بس بيخلي بقى الحاجة تبان، بقى بيخلي الحاجة النظافة تبان فيها، يعني ما تكونيش عشان الحاجات اللي خاصة اللي يعني بيطولها التراب كتير زي البلكونات كده، فبتبقى عايزة ايه تبان فيها النظافة. همسكهم بقى كده بالفوطة كويس قوي، واروح ايه منضفوهم. بس الاول هعمل السور دوت من التراب. بصوا طلع تراب والحديد ده اسمه فورفروجي. هو ليه اسم تاني بس انا مش فاكراه. يعني السور الحديد ده ما انصحش حد يعمله خالص لانه مش حلو خالص، بيزهق في التنظيف قوي. يعني انا واحده من الناس اللي ملهاش طول بال للكلام ده. فانا بحب السور العادي، بيبقى احسن في التنظيف وكده دوت الحديد ده بيقعد في حتت معينه كده ايدك مش بتعرف توصل لها، فبيبقى رخم يعني في تنظيفه. بس همسك بقى ايه البلكونه كده، يعني يعتبر كده طلعت كل التراب اللي فيها. همسكها بقى ازعفها واجيب الفوطه انضف بقى ايه بفوطه مبلوله كده تشرب التراب اللي في الشيش كله يعني. عايزاكم كمان تقولوا لي رأيكم في المقدمة اللي انا عملتها بتاعت الفيديو، اللي هو اخد مقتطفات كده من الفيديو واركب عليها اغنية كده. قولوا لي رأيكم حلوة ولا يعني مش فارقة في الفيديو خالص. انا بالنسبة لي عشان انا بزهق بسرعة فحاسة ان هي ايه ملهاش لازمة، بس في ناس بتحبها. فانا مش عارفة برضو استمر عليها ولا ايه. قولوا لي رأيكم حلو ولا لا المقدمة بتاعت الفيديو. انا عن نفسي لما بخش فيديو بلاقي فيه المقتطفات دي بقعد اجريها لاني بزهق. انا واحدة من الناس بتزهق قوي بص بقى هنا المية لما بنضف كده بفوطة مبلولة بيفرق ازاي، بينضف اكتر. بس عايزة اقول لكم بقى لما بينشف تاني بيرجع يغير تاني، فمش عارفة ليه كده يعني. زي ما قلت لكم بقى الفترة الجاية ان شاء الله ابقى اجيب ايه ورنيش كده وانضفها.
لو انت بقى لسه مكمله الفيديو معايا لغايه دلوقتي، فين بقى اللايك يا ست الكل؟ قوليلي كده، مستخسره فيا اللايك ليه؟ الريتش بتاع القناه وقع جدا، بما اني بقى لي فتره طويله ما بشتغلش فيها، فعايزاكم بقى تشجعوني كده باللايكات الجميله عشان خاطر ايه الفيديوهات تترفع تاني زي ما كانت. بص بقى، مسحت هنا خلاص، اقدر بقى كده انشر في امان وايه، واحط الغسيل كده على الحبال. طبعا لمعتها هي كمان بفوطه نظيفه من غير ما ابقى ايه حاسه ان في تراب والوسوسه ايه تبقى ماسكاني كده. انا هخلص بقى معاكم البلكونه واقفل معاكم الفيديو على كده. هكمل انا الاوضه جوه لوحدي عشان ايه الفيديو لقيته طويل عليكم قوي. همسح الاوضه برضو جوه كده مسحه نظيفه، واسيبها بقى ايه مفروشه كده نظيفه، بما اننا نقلنا قعدتنا في الاوضه جوه. عشان ايه الدنيا بتبقى ساقعه، الاوضه دي بتبقى تلج تلج. السنه اللي فاتت يا جماعه احنا كنا حرفيا يعني بنموت فيها من التلج. فانا قلت لا، السنه دي بقى ايه، هدخل لعيالي سرير معايا في الاوضه جوه، لان اصلا الاوضه بتاعتهم بره برضو نفس الكلام بتبقى ساقعه قوي قوي قوي. فقلت هدخل لهم بقى ايه سرير معانا جوه، وهقفل الاوضه دي كده انضفها كده زي ما انتوا شفتوني، والبلكونه، بحيث ايه دي الاوضه اللي لو حد جالي استقبله فيها وكده، عشان تبقى نظيفه كده ايه لاستقبال اي حد. المهم شفتوني بقى ايه وانا بشعبط كده زي القزع على السور بتاع البلكونه. هو على فكره السور عالي اوفر، يعني عالي قوي. اول ما سكننا هنا قلت لجوزي نشيل درجه من الطوب دوت ونرجع نركب الحديد تاني يعني وكده، بعد ما وافقني وقلنا نتفق مع حد يجي يعملها وكده. رجعت قلت له لا خليها عشان امان يعني للعيال وكده. لو حبوا يقفوا على كرسي ولا حاجه ما بقاش خايفه عليهم لا يتقلبوا في الشارع، بما اننا في دور عالي. كده بقى ايه اقدر ان انا امسك كوبايه الشاي اشربها في البلكونه. كنت قرفانه جدا منها، كانت فعلا فيها تراب كتير قوي، فما كنتش عارفه اخشها اصلا، وكان عندي غسيل كتير قوي عايز يتنشر، فمش عارفه اخش انشر وهي ايه فيها التراب دوت. فكان لازم بقى ايه ان انا انضفها الاول. هشرب كوبايه الشاي، كان في تفاصيل كتير قوي ما وريتها لكمش عشان خاطر ايه وقت الفيديو. هشرب كوبايه الشاي واخش اكمل. على فكره النطره بتنطر دلوقتي، يعني هي بتندع دلوقتي. فانا يعني انا قاعده شويه كده اما اشوفها هتشد هحط مشمع على الغسيل. لو هتفضل ايه تستهبل كده يعني ايه، لو لقيتها هتشد هحط مشمع على الغسيل. في غسيل لسه في الغساله وغسيل عايز يتغسل، فطبعا النطره مش هتوقفنا سيول بقى تلج ايا كان هنشر يعني هنشر. خلاص بقى كده ايه حطيت الحافظه كمان رخره تتهوى شويه بقى ايه، هسيبها شويه على بال ما امسح، عشان ايه مطرح ما يعني غسلتها وكده ما تكمكمش يعني وكده، تتهوى شويه على بال ما امسح الاوضه وايه وهزعفها وانضفها وكده. شلت كل حاجه اهوت وهبدا بقى ايه انضف فيها، بس انا اعملها مع نفسي عشان ايه طولت عليكم الفيديو قوي، عشان لسه هنخش المطبخ نشوف بقى هنعمل اكل ايه. طبعا انا اول ما لقيت النطره بتنطر وكده، فروحت ايه حاطه مشمع وقلت ايه ما بدهاش نطره يعني ايه يعني عدس. رحت بقى قلت لهم بس انا هجيب العدس بقى واعمل عدس النهارده. اول ما بنشوف النطره نفكر في العدس على طول، بتوفر بقى علينا تفكير بصراحه، ان احنا نقعد نقول ايه هنتغدى ايه هنتغدى ايه، هي خلاص اول ما نشوف النطره نعرف احنا هنتغدى ايه على طول. مسكت بقى الاوضه اهو اتزعفتها، وهزعف برضو الأوضة اللي بره نضفتها برضو في اليوم دوت. قمت بمعارك كده في اليوم دوت ايه عملت كذا حاجة. بصوا المروحة هنا هطلع اركبها دلوقتي هتشوفوها، الكفر اللي انا حاطه لها ده كل شوية ريتال تطلع تدخل الأوضة تيجي مشغلة المروحة. يا حبيبتي الدنيا ساقعة، لا ما عندهاش الكلام ده، بتشغل المروحة بتشغلها عندي فيا عشان خاطر البتاع ده الكفر يطير، فيجي بقى ايه يقعد يطير في الكفر كده ايه واحد ورا التاني، وانا اركب بقى اطلع الشعبط زي ما انتم شايفين كده واركب. عايزه اقول لكم من ساعه ما عملتها وركبت الكفر هنا وفي الاوض التانية وهي كل شويه تعمل فيها الحركه دي.
ادي العدس القمر بتاعي هنا كنت خلصته، وحمصت له بقى عيش كده، بحب اعمله قوي بالعيش المحمص، واعمل له صلصه، وايه اروق عليه كده، عشان ايه بنعمله كده كل فين وفين يعني، ما يبقاش اكله كده ايه عالطاير يعني. تعالوا شوفوا شكله. الله الله عليه بقى، بصوا كان طعمه تحفة. وبصوا ما تنسوش اهم حاجة الطشة بتاعته كده بالخل، والصلصة دي تعملوها بالخل برضو كده، تتشوها بالثوم والخل. ما تعملوش صلصة كتير، بس هي بتبقى حاجة كده ايه، تدي شكل وطعم حلو يعني. اهو بصوا بقى، ده كده كان غدانا النهاردة. ما تنسوناش بقى باللايكات، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وقولوا لي رأيكم في الفيديو في كومنت. جامد ايه رأيك يا توتشي؟ جامد 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 انت لسه دقتي؟ جامد. شكله ايه؟ يعني حلو. ايه رايك يا برضه؟ حلو بصراحة، الشكل حلو بصراحة. طب يلا دوقوا بقى وقولوا رايكم ايه. اهي تديك انا. انا هاتها. استنى عشان انت مش هتعرفي. طب اوعي بس ايدك، اوعي ايدك. يا ماما انا مش عاوزة انا من ده. طب خلاص، عايزه من ده؟ مش عايزه اللي فيه صلصه؟ اه. طب انا هديكي ده، خدي. عايزه العيش من ده؟ لا ليه؟ لا مش حلو. هات انا بقى اكل بنا. طب دوق. طب هات انا امسكها. طب دوقي يلا. هات انا امسكها. يمي يمي. انا عايز كل بقى من كل لخبطيته كده. خد. شكله اصلا مغري بشكل. يمي يمي. ايه رايك؟ انا كمان ادوق، مش من حقي ولا ايه؟ يعني اديله. هو حلو بصراحة. بحبه قوي بالعيش المحمص ده. هو حلو قوي، بس بصراحة اديله 9/10. ليه يا بابا ليه؟ 9.5. هنخليها 9.5. وانا كمان 9.5. طعمه تحفه مجنن. استنونا بقى في فيديوهات جايه كتير، وحطوا لنا، ما تنسوش تحطوا اللايك واشتراك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب يلا احنا